بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي المشاهدين عبر الإذاعة والتلفزيون الأهوار، ونتواصل معكم في هذا النقل التغطية عن مشروع أبو تحسين الصالحي. هذا المشروع في منطقة صوب الشامية ومراحل البدء بهذا المشروع حتى النهاية. سيكون معي في هذا اللقاء الأستاذ حسين. السلام عليكم أستاذ حسين المهندس. السلام ورحمة الله أستاذ، حياكم الله ألف. بداية تحدثنا عن عمل هذا المشروع وكيف تم يعني التواصل به منذ اللحظات أو منذ الأيام الأولى ولحد هذه اللحظة. بسم الله الرحمن الرحيم. المشروع عبارة عن حديقة يتوسطها تمثال الشهيد أبو تحسين الصالحي رضوان الله تعالى عليه. المشروع يتكون من مرحلتين. المرحلة الأولى اللي هي متكونة من تمثال الشهيد أبو تحسين الصالحي والأعمال المدنية الخاصة بالتمثال، والمشروع الثاني الحدائق الملحقة بهذا التمثال. التمثال مصنوع من مادة البرونز اللي صنع التمثال الدكتور حسين القرعاوي من مدينة الديوانية. المصنوع التمثال ارتفاعه 6 متر، مصنوع من مادة البرونز الخالص الخالي من الشوائب، وبتقنية خاصة وبعمل خاص ماخذين ببلدية الناصرية تعهد لمدة 50 سنة، غير قابل للصدى، غير قابل للتغيير بالظروف المناخية. التمثال الوزن مالته 3 طن، الارتفاع مالته قلنا 6 متر، قاعدة التمثال 4 متر، ارتفاعها عبارة عن كونكريت مسلح من خرسانة متعددة المراحل. يتكون الحديقة الملحقة بالتمثال متكونة من مساحات خضراء وممرات وأعمال إضافية، إضافة إلى نافورتين متحركة مثل ما جاي تشاهدونها خلفنا. المساحة الإجمالية للمشروع 4500 متر تقريبا. تم توسعة الشارع مطالب المواطنين والجهات المختصة، أخرت المشروع تقريبا 45 يوم. احنا متأخرين على الموافقات الدوائر المختصة بالتوسعة. تم توسعة الشارع، حوض الشارع إلى 3 متر إضافة إلى الحوض الرئيسي، يعني كان سابقا الحوض 9 متر، تم توسعته صار 12 متر. وإضافة إلى هذه توقفنا بسبب بعض التداخل من قبل التصاميم النهائية والكشوفات وإعداد الكشوفات، فتأخرنا بهاي المرحلة. ما هو سبب اختياركم يعني عاملين في هذا المشروع باعتبارك المهندس والمشرف على العمل والمنفذ على هذا العمل؟ هل هنالك مشاريع قمت بها حتى يتم إكالك بهذه المهمة في هذا المشروع؟ المشروع الجهة المستفيدة من المشروع بلدية الناصرية. المشروع عبارة عن طريقة التنفيذ المباشر. عندنا عدة طرق للمقاولات بالناصرية. الطريقة الأولى هي المقاولات اللي تتقدم عليها، والطريقة الثانية التنفيذ المباشر. البلدية تكلف بإنشاء هكذا مشاريع. البلدية تختار الجهة المنفذة، اللجنة المنفذة تختار شخص معني متخصص. احنا باعتبار مشتغلين سابقا وبلدية الناصرية في عدة أعمال اشتغلتوها، يعني أعمال مباشرة تنفيذ عن طريق التنفيذ المباشر، حدائق موزعة في كل مناطق طريق يا حسين، يعني طريق يا حسين مستلمينه احنا يعني كمنفذ لصالح شركة النخبة. شركة النخبة ماخذته من صندوق إعمار ذي قار. سابقا عندنا المشروع مال جزرات شركة الأزهر، أنا كذلك نفذتها وبالتعاون مع شركة الأزهر لصالحهم، والحمد لله ما زالت قائمة. يعني جاء تنفيذ المشروع من خلال مشاريع نفذتها مشاريع سابقة والحمد لله على يعني المواصفات المطلوبة. ما هي الشروط التي كانت قد يعني فرضت عليكم كجهة عاملة؟ هل كانت هذه الشروط نوعا ما صعبة أو بها مبالغة أو شيء، أو كانت من ضمن المطلوب يعني؟ لا، هي الكشف اللي يعد عدته لجنة مختصة، لجنة إعداد الكشف مال هذه الحديقة، يعني معني وبتفاصيل دقيقة وبمناسيب وبمواصفات لعله في أول مرة نستخدمها بالناصرية. يعني مثلا الأرضية اللي طبقناها هي الحجر البازلت الطبيعي الإيراني، هذا استوردناه من مشهد استيراد خاص لهذه الحديقة. المحددات مال الحديقة فقط في هذه الحديقة وفي طريق يا حسين محددات من الجرانيت الطبيعي
مو ارصفه عاديه اللي متكونه من اسمنت. هذه جرانيت طبيعي خاص لتحديد الحدائق. الشبكه مال السقي اختارينا شركه راينبيرد الامريكيه، اللي خريطه علميه وزعنا بها مناسيب المياه والضغوط والانابيب والاقطار. هذه كذلك مفروضه علينا بالكشف، باعداد الكشف. لجنه البلديه، لجنه الاشراف علينا، هي هم ايضا متكونه من شعبه الحدائق وبلديه الناصريه بنفس الوقت، يعني في كل تفاصيل العمل. متى سيتم افتتاح هذا المشروع؟ احنا ان شاء الله على وشك ان نشطب الايام، يعني اليوم زراعه المناطق الخضراء بالثيل، عندنا فقط اعمال نهائيه. نافوره مكتمله البارحه بالليل، زار السيد المحافظ وفحصنا المواصفات. شو المواصفه مال النافوره؟ هي كلها مكونه من انابيب ستانلس ستيل غير قابله للصدى، مضخات كذلك ستانلس ستيل، بوردات الكهرباء كلها مناشئ شنايدر ومناشئ عالميه وننطي بها ضمان. احنا بحكم عملنا ويا البلديه وكجهه متعاقده ويا البلديه دائما ننطي ضمانات باعمالنا، يعني ما بعد التنفيذ، ما بعد الاستلام ننطي ضمان فد سنه سنتين، نبقى وياهم على اي خلل يصير بالمشروع. اللي المرشات اللي هي مرشات الثيل والمساحات الخضراء، وهذه بيها احنا دائما ننطي بيها ضمان سنتين لكل قطعه غيار موجوده مستعمله بالحدائق. الإنارة عندنا وعندك الإنارة ومصاطب الجلوس هي فقرات متعددة، قلت لك أستاذ، فقرات متعددة للحديقة، يعني كشف فني متكامل متكون من 45 فقرة بفقرات هذه الأرضية والمواصفات الكونكريت المستعمل، مواصفات المرمر هذا ليلك تركي، قواعد التمثال، قلت لك الجرانيت، البازلت الطبيعي، كل هاي المواصفات. السيراميك الداخلي للنافورات سيراميك اسباني شبكي خاص بالنافورات، مو سيراميك عادي. وهي المواصفات الفنيه المعده من قبل لجنه اعداد الكشف اللي هم مختصين. من سيحضر الافتتاح؟ يعني هاي بقت يم يعني الجهات المستفيده، والسيد محافظ ذقار دائما يعني مهتم بهاي الحديقه اهتمام فعلي، والى يعني يشكر الرجل بانه هو اللي راح للنحات وتفاوض وياه وقدم له كل العروض والتسهيلات حتى يحجز تمثال الشهيد ابو تحسين لصالح الناصريه مو لغيره، لانه كان معمول انه يروح لغير محافظه. كلمة توجهها استاذ حسين للمواطنين اللي اكيد راح تصير زياره او تواجد في هذا المكان، يعني تريد من ناحيه يعني الكلمة هي مو فقط لهذه الحديقة، الحمد لله احنا يعني بعد فد سنة زمان او سنتين راح يصير هواي مساحات خضراء بالناصرة. احنا همنا وغايتنا الزيادة من المساحات الخضراء، لانه الاحتباس الحراري اللي صاير والتأثير البيئي اللي موجود يطلب من عندنا بانه احنا نهتم اهتمام فوق المبالغ به بالمساحات الخضراء. اللي جاي نعاني بانه العبث اللي يصير بالمساحات وعدم الاهتمام وعدم الاكتراث للمساحات الخضراء. نطلب من المواطنين، من الناشطين، من جميع الناس، من المسؤولين، بانه تصير المساحات الخضراء هي الهدف الاول في قبل كل شيء، لان هي روح الحياه وروح الطبيعه. اكيد ابناء الناصريه لهم فد كلام يعني او كلام شكر من خلال ما جاي اللحظه من انجاز. الحمد لله هذا تكليفنا استاذ، واحنا ان شاء الله يوم عن يوم مدينتنا تصير احلى ومدينتنا اجمل، وان شاء الله نتوفق ان نخدم مواطنينا بالطريقه. الملاحظات يمكن حذري من اي ملاحظه اخاف. قطعا هو اليوم صار السوشيال ميديا خلتنا بانه نكون حذرين بادق التفاصيل، لانه الانسان اولا يشتغل لسمعته وتاريخه، والاضافه لانه هاي هم نعمه اجتنا قضيه الناشطين وبحثهم عن اي ثغره ممكن تاثر على العمل، جزاهم الله خير. يعني احنا ندعو انه مو يكون من ناحيه انه تسقيط او شيء من هالباب. يعني قطعا اذا كانت ملاحظه علميه هو بالمختص، اذا كانت ملاحظه علميه في محلها واجب علينا وعلى كل الشركات ان تاخذ بها، اما اذا كانت ملاحظه مو علميه مو دقيقه فيعني لا يمكن الاكتراث لها. يعني اذا ملاحظه النافوره اللي هي مجمع تينا، يعني توضح انه هي شنو؟ نافورة مجمع تينا هذه أنا اللي صممتها وأنا اللي نفذتها طبعا باختيار الدكتور محمد. هذه صار عليها أنه الناس ما فهمت شنو هاي النافورة، مكونات النافورة. هذه مكونة من هذا البليت اللي مستعمل هو من مادة الستانلس ستيل 304، هذا غير قابل للصدى، هذا يستعملونه عادة بالبرادات مال الماء، يستعملونه بالمذاخر الطبية بحفظ المواد الكيميائية، هذا غير قابل للصدى. إن شاء الله في مرور الأيام القادمة فد سنة سنتين 3 5 راح تبين بأنه راح تبقى
عامله وغير قابله للصدى. اللي ما متخصص ونقدها راح يشوف انه هو غير متخصص، واللي متخصص وراد معلومته علميه احنا بالعكس نهتم بها وناخذها على محمل الجد. من خلال مشاريع قبل لا يعني نختم اللقاء وياك، هنالك معرقلات واجهتكم في تنفيذ المشاريع في المحافظه، قدرتوا تواجهوها بصعوبه؟ قطعا كل عمل اليوم المعوق الاول هو التحدي اللي تدخل به تحدي النجاح. انه انت باضافه الى انه تريد تنجح يكون ينضاف هذا العمل لتاريخك للسي في مالتك، يكون طلع بالشكل المناسب. قطعا احنا كمدينه يعني التحقنا بهاي الاعمال المعماريه متاخرين، تواجهنا هواي مشاكل من كوادر عامله، من تحديات الجهات المستفيده تريد المواصفات على المواصفه العلميه الدقيقه، بس الحمد لله بالنتيجه يكون يطلع العمل بالشكل اللي يبيض الوجه قدام اهلنا وناسنا. هذا اكيد بجهودكم ان شاء الله. ان شاء الله استاذ، ان شاء الله، وبجهودكم انتم الاعلاميين يعني الوجه المتمم لكل عمل، وتخلون اياديكم على النقطه الخطا وتخلون اياديكم على النقطه الصح. اكيد، وهذا ما جاي اللحظه من خلال اثناء لقائنا يعني من هاي جهود المباركه. احنا تشرفنا بكم اليوم استاذ احمد، وزياره موثقه وتوثيق مهم، وان شاء الله من تكمل الحديقه وتكمل اللمسات الاخيره راح تشوفون غير هذا المنظر ان شاء الله. ان شاء الله. اذا حبايبي المشاهدين، شكرنا جزيل للاستاذ المهندس حسين بهذا المشروع الحيوي في محافظه ذي قار، وسرعه الانجاز والعمل والدقه في اختيار المواد المطلوبه من خلال هذا المشروع. حبايبي المشاهدين، شكرا لكم على حسن المتابعه والاصغاء، وهذه تحياتي في التقديم احمد الحسيناوي، وايضا في التصوير كادر العمل، وعلى امل ان شاء الله بالافتتاح القادم خلال اسبوع ان شاء الله او 10 ايام. وقلت لك موعد الافتتاح موعد رسمي تحدد الجهه المستفيده، احنا على وشك انه ان شاء الله خلال 48 يوم 48 ساعه العفو او 72 ساعه مخلصين مشطبين نهائيا. يبقى موعد الافتتاح موعد رسمي حدده السيد المحافظ. اذا احبتي كذلك فلكة أبو تحسين الصالحي فلكة جيدة كانت، يعني مثل ما نقول احنا كانت تعبانة هلكانة، اليوم نشوفها بجودة حلوة بصورة حلوة. الناصرية تستاهل هذا الإعمار اللي جاي يصير بيها، والحمد لله والشكر على كل حال، ونشكركم. أكيد هنالك تعاون يجب أن يكون من المواطن مع ما تقوم يعني المحافظة من مشاريع. شو تشوف دور المواطن له دور في إدامة هذه المشاريع؟ نعم اللي هو المواطن لازم يحافظ على الشوارع والساحات والحدائق اللي جاي يصير، لأن هي يعني واجهة لهم ومتنفس لهم، ويعني جاي يشوف العوائل بالليل جاي تحضر وتقعد والحمد لله والشكر، والمحافظة تستاهل والله، والمشاريع حلوة ما شاء الله عليها. يمكن اكو صار فرق ما بين حديقة ابو تحسين صالحي عن قبل طبعا اكو فرق كلش هواي، والمشروع كلش حلو ما شاء الله، اي والاناره جيده طبعا كله حلو الحمد لله.
you.